تعالوا بقى نخش كده مع بعض في المحاضرة العاشرة. المحاضرة العاشرة دي بتتكلم عن الكاني ايدج ديتكشن. تمام، يعني عايزين نوجد ايدج. طب الكاني ايدج ديتكشن دوت ايه الخطوات بتاعته؟ اول حاجة انت بتعمل نويز ريدكشن، بتقلل النويز. بعد كده بتحسب الجريدينت. بعد كده بتشوف هو ماكسيمم ولا لا. بعد كده عندك الدبل ثريشولد. بعد كده الايدج تراكنج. تمام، الخطوات كده بالترتيب، هنشتغل برضه بنفس الترتيب يعني في الشرح. ادي النويز ريدكشن. كل بس اللي انت محتاج هنا تعرفه ان احنا في النويز بنطبق الجاوسيان بلور. دوت بيبقى الكيرنل بتاعك، يعني دوت بتطبق الجاوسيان كيرنل. ده بيبتدي في 3 في 3 عادي، يعني ما فيش اي حاجه. ده الكيرنل الطبيعي اللي كنا بناخده في السنين اللي قبل كده. تمام. طب بقول لك برضو الكيرنل سايز بتاعك هنا كل ما كنت يعني كل ما كان سمول كل ما كان اقل فيزيبل. تمام، بيكون بلور. تمام، بس يعني هنا ديت كل اللي انت محتاج تعرفه في النويز ريدكشن، ان انت بس بتطبق الجاوسن كيرنل. وكل ما كنت سمول يعني سمول كيرنل كل ما كان اقل فيزيبل. تمام، بس يعني دي الحته بس اللي انت محتاج تعرفها. تمام، الكاني ايدج ديتكشن بقى انت هنا بقى بتحسب الجريدينت. طيب بحسب الجريدينت ازاي؟ احنا بنحسب الجريدينت والدايركشن عندنا. تمام، لكل بيكسل. طيب احسب ازاي الجريدينت؟ اول حاجه عندك عن طريق السوبر اوبريتور. تمام، اذا عندك كده اتش واحد واتش اتنين. الاتش واحد اهم حاجه، والدكتور حتى نبه عليه. اتش واحد دي بتبقى عباره عن سالب واحد سالب اتنين سالب واحد زيروهات واحد اتنين واحد. تمام، يعني هي اهم حاجه حته فين بس؟ الاتش واحد بيبقى بيتكتب بالمنظر دوت يعني رأسي. تمام، الاتش اتنين لا، يعني بيبقوا كده افقي. ممكن وبتتلخبط مثلا اتش واحد الواحد دوت ايه رأسي كده، يبقى الحاجة دي رأسية كده. تمام، بس يعني دي اهم نقطة تخلي بالك منها. ماشي ليه؟ عشان خاطر هتختلف معاك في الدايركشن في السيتا. طيب الجريدينت ماجنتيود بقى، انت دلوقتي بعد ما حسبت يعني طبقت اتش واحد وطبقت اتش اتنين بتطلع جي اكس وبتطلع جي واي. طب الجريدينت بيبقى جي اكس تربيع زائد جي واي تربيع، كل دوت تحت الجذر. الدايركشن دلوقتي بيبقى عبارة عن التان انفرس لجي واي على جي اكس، يعني التانية دي جي واي على جي اكس. تمام، هنشوف يعني مثال دلوقتي برضو في الملخصات وهتظبط الدنيا. طيب انا بقول لك هنا انا الماكسيم يعني هتبقى ماكسيمم ولا لا. انا بقارن الجريدينت بتاعي بالجريدينت للبيكسلز التانية اللي في نفس الدايركشن بتاع الاورينتيشن بتاعي. يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده هيوضح، بس خد مني كده وخلاص. تمام، التقسيمه دلوقتي بقى من 0 ل 22 ونص. يعني انا دلوقتي طلعت السيتا اللي عندي. تمام، هتماب لي ايه بقى؟ يعني اذا كانت هي القيمه دي بقى، يعني انا دلوقتي طلعت سيتا مثلا سيتا ب3، يعني هتماب لي ايه؟ الزيرو ولا ال45 ولا ال90 ولا 135؟ فعندي رينجات. تمام، الرينجات بتاعتي احنا اول حاجه بنقسم من 0 ل 22 ونص، وبعد كده زود 45. يعني 22 ونص زود عليها 45. تمام، بس انا دلوقتي من 0 ل 22 ونص اتبقى لي 22 ونص. هتاخد 22 ونص من الاول و22 ونص من الاخر. دوت بيمابوا للزيرو. يعني انا دلوقتي من 0 ل 22 ونص ومن 157 ونص ل 180. الكلام ده بيماب لزيرو. طب انا لما ماب لزيرو بتحرك ازاي؟ يعني الاتجاه بتاعي بيبقى كده. يبقى انا دلوقتي الاكس بتاعتي ثابته، والواي هي اللي بتتغير. واحده بترجع ورا تبقى واي ناقص واحد وواي زائد واحد. تمام، طب لو من 22 ونص ل 67 ونص، انا خلي بالك اقلها. يعني انا لو السيتا بتاعتي من 22 ونص كانت ب 22 ونص، يبقى هتماب ل 45. ها، طيب انا دلوقتي بقى لو من 22 ونص ل 67 ونص انت هتماب ل 45. طب 45 دوت اتجاهي كده كده، يعني خليها 45 هيبقى كده. طب انا دلوقتي ادي النقطة اهي. تمام، عشان ارجع واحدة ورا فانت بتيجي راجع واحدة كده ورا وتزيد الاكس. ولو عشان اطلع للي فوق دي فبتطلع واحدة كده تيجي ماشي كده. فانت دلوقتي عندك الاتنين عكس بعض، يعني اكس ناقص واحد واي زائد واحد. تمام، واكس زائد واحد واي ناقص واحد. يعني هنا لو حطيت ناقص هنا تحط زائد، هنا لو حطيت زائد هنا تحط ناقص. ده في ال45. طب في ال90 انا بقول لك بقى الزاويه بتاعتي من 67 ونص ل 112 ونص بتماب لل90. ال90 دوت يعني انت كده. طب انا لما هبقى كده يبقى الواي عندي ثابته، يبقى الاكس هي بس اللي بتتغير. مرة اكس ناقص واحد عشان اطلع كده، واكس زائد واحد عشان اجيب اللي تحتيه. تمام، طب لو 112 ونص ل 157 ونص دي هتبقى ب135. 135 ديت بتبقى شبه بعض، يعني نحط هنا ناقص واحد هنا ناقص واحد هنا زائد واحد هنا زائد واحد. تمام، ده بالنسبة للزوايا. طيب هنا بقى بقول لك انت عندك 3 انواع من الايدج، واحد سترونج وواحد ويك وواحد نون ايدج اصلا. تمام، فانا بعرف منين من الدبل ثريشولد؟ انا بديك 2 ثريشولد وبناء عليهم بحدد لك هو اذا كان سترونج ولا ويك ولا نون ايدج اصلا. طب يبقى سترونج لو هو اكبر من هاي ثريشولد، يعني بالمختصر كده اكبر من الاتنين اللي عندك. تمام، طب يبقى ويك لو هو ما بين الاتنين ثريشولد، يعني مثلا او يساوي، يعني اكبر من او يساوي هنا اللو ثريشولد، او
اقل من او يساوي الهاي ثريشولد، تمام، يعني يقع ما بين الاتنين، تمام. لكن لو نون ايدج، لو هو اصغر من اللو ثريشولد، يعني لو اصغر من الاتنين ثريشولد اللي عندك بس يعني. طب الايدج تراكنج بقى، انا بقول لك بقى انت هتخلي الايدج اللي عندك لو كان هو سترونج، او تخليه لو كان هو عباره عن ويك بس مربوط في ايدج، لكن لو ويك مش مربوط في حاجه يبقى دوت نون ايدج وخلاص، تمام. بالنسبه للهيستوجرام دلوقتي اوف اورينتد جريدينت دوت عباره عن الهوج. طب الهوج دوت احنا بنعمل فيه ايه؟ بتحسب الجريدينت، بعد كده بتقسم الايمج لسيلز، وبعد كده بتحسب الهيستوجرام، وبعد كده هتنورماليز اكروس بلوكس، تمام. كونستراكت الفيتشر فيكتور، تمام. انت هنا دوت احنا حسبناها فوق خلاص، تمام. بتقسم الصوره لسيلز هنقولها تحت، بتقسمها ل 8 في 8. يعني انت لو عندك الصوره مثلا 224 في 224، بتقسم 224 على 8 تدينا 224 على 8 هتديك 28، تبقى الصوره بتاعتك 28 في 28، عدد السيلز اللي هو 28 في 28، وبتساوي الرقم بقى حاصل ضرب 28 في 28. طب بعد كده انا بحسب الهيستوجرام، بعد كده بقول لك نورماليز اكروس البلوكس، يعني عشان اجيب عدد البلوكس بقى هتقول لي بقى تطرح من ال 28 دي واحد، هيبقى 27 في 27، ده هيبقى عدد البلوكس اللي عندك، ماشي. بس تعالى نقولهم واحده واحده. احنا كده خلاص جريدينت، وبعد كده بتقسم الصوره للسيلز اللي هي 8 في 8، تمام. بعد كده بتحسب الجرام، بتقسم لي الاورينتيشن رينج للتسع بنز، يعني من 0 لأقل من 20، من 20 لأقل من 40، من 40 لأقل من 60، تمام. تبقى البنات بين 1 2 3 4. هنوضح ده في المقاس بشكل أحسن، ماشي. البين فاليو دلوقتي هتبقى هي انا دلوقتي مثلا الحته دي بقول لك ايه، يعني انا دلوقتي مثلا الزاويه بتاعتي خلاص مثلا كانت، اذا كانت مثلا 10، يبقى انا في البنه الاولى، تمام. الجريدينت ماجنتيود بتاعي مثلا كان ب 10، يبقى انا هروح عند البنه الاولى وهطلع عند ال 10، تمام. بتحط الجريدينت ماجنتيود، تمام. بس انا بقول لك نورماليز كروس بلوكس دوت، انت عشان بتجروب السيلز دي باوفرلابنج بلوك، تمام. اللي هي يعني انا لما قلت لك 28 في 28 بتطرح واحد يبقى 27 في 27 بس. تعالى بقى في الملخص عشان الاسئله مع بعض، نجيب بس الاجزاء اللي محتاجه توضح يعني، ماشي. دي احنا وضحناها في المحاضره. آه هنا دي هي سترونج بيك ونون ايدج. عندك بقى، تعالى بقى مثال، ماشي. خلينا في المثال نخش على طول. بص، اول حاجه انا بقول لك احسب لي البوينت 3 و2، اجيب القلم احسب لي للبوينت 3 و2. طيب انا فين البوينت 3 و2؟ هنزل 3 في الاكس، ادي 0 1 2 3، 0 1 2، يبقى ادي كده 3 و2، تمام. طب عايز احسب الجريدينت، اول حاجه احنا قلنا الاتش واحد هيبقى سالب 1 سالب 2 سالب 1 1 2 1. احسبها ازاي على طول؟ بتثبت القلم هنا كده، تمام، عشان ما تتلخبطش. وبعد كده هتيجي واخد من اليمين للشمال، يعني على الآلة بقى على طول، يعني ال 210 ناقص ال 200، تمام. ال 70 ناقص ال 170، وتيجي ضاربهم في 2. ال 200 ناقص ال 170 هتبقى 30. يعني على الآلة بقى على طول بقى، أو يعني اللي يريحك أحسن تتلخبط يعني. أهم حاجة ما تتلخبطش، النتيجة تطلع صح. بس هو قال كده على طول. هتقول لي بقى مثلا إيه ال 10 زائد سالب 100 في 2 تبقى بسالب 200، وبعد كده زائد 30 دوت كده هتطلع لي جي اكس، تمام. الجي واي بقى عشان اجيبها هتبقى عبارة عن، بص بقى من تحت لفوق، يعني عشان من الموجب ناقص ناقص، فاهمني. فهتبقى ال 170 ناقص ال 200، ال 180 ناقص ال 200 في ال 20، ال 200 ناقص ال 210، تمام. فهتبقى تكتب على الآلة كده برضو على طول، يعني تبقى سالب 30. بعد كده هتبقى السالب 20 في 2 تبقى بسالب 40، وبعد كده ال 200 ناقص 210 تبقى بسالب 10 بس. هتطلع لي النتيجة ده، هتطلع الجي واي. من الجي واي والجي اكس تجيب لي الجريدينت ماجنتيود، هتبقى الجذر تربيع، قصدي الجذر للسالب 160 تربيع زائد السالب 80 تربيع. هتطلع لي الرقم ده، بتقربه لاقرب رقم صحيح هيكون ب 179. الاورينتيشن بقى جي واي على جي اكس، تمام. التان انفرس، تمام، يعني هتطلع معاك بالقيمة دي كده بالتقريب يعني 26.6. طيب ال26.6 ديت اصلا عموما هتماب لايه؟ احنا قلنا من 0.22 ونص، من 22 ونص ل67 ونص تقريبا، فهتبقى بتماب لل45 دي. تعالى بقى انا بقولك بقى من خلال دوت البوينت دي هل دي لوكال ماكسيموم ولا لا؟ طب اعرف منين؟ انا دلوقتي هشوف اصلا دي بتماب لايه. بتماب قلنا ل45، طب معنى ان هي 45 قلنا بتبقى عندك اكس ناقص واحد تبقى واي زائد واحد، طب لو اكس زائد واحد تبقى واي ناقص واحد. ادي كده النقطتين دولت، بتروح تجيب النقطتين اللي في نفس اتجاهك اللي هما ال45 دي ودي،
هروح اجيب الجريدينت لدي وهجيب الجريدينت لدي، تحسب له الجي اكس وتحسب له واي. تمام، بنفس الطريقه اللي احنا حسبناها هنا. بعد ما طلعت الجريدينت هبتدي اقارن، لازم يبقى اكبر من الاتنين جريدينت اللي عندك. تمام، انا دلوقتي هشوف هل ال 179 ديت لوكال ماكسيمم. تعالى كده، ده انا دلوقتي الجريدينت دوت 179، ده طلع لي جريدينت 89 وده طلع لي جريدينت 85. يبقى انا اكبر من الاتنين دول، يبقى انا كده لوكال ماكسيمم. طب بقول لك هنا بقى من خلال الاكزامبل دوت، البوينت 3 و2 دي هل ده سترونج ولا ويك ولا نون ايدج؟ طب الثريشولد عندي ايه؟ 90 و180، وانا الجريدينت بتاعي كان ب 179، يبقى دوت اقل من 180 الاتنين كده، يبقى دوت كده كان ايه؟ ويك ايدج. تعالى هنا بقى الهوج قلنا ادي بقى المسألة ديت. تمام، هنا احنا قلنا بنقسم الصورة لتمانية في تمانية، يعني انا دلوقتي لو مديك 80 وفي 160 تقسم على التمانية عشان تجيب عدد السيلز، هتطلع معاك 10 في 20 هتديك 200 سيل. طب عشان تجيب لي عدد البلوكس، او خلينا بس نقول الحتة دي الاول. دلوقتي انا لو قسمت 81 على التمانية هتديك ب10 125 من 1000. طب انا هحسب دي كام؟ هتحسبها 11 سيل. ليه؟ عشان خاطر انت عندك الحتة دي محطوطة في حتة في سيل او في بوكس مثلا، فالبوكس ده انا مش هرميه، لا انا عايزه، فبتاخد ال11 معاك. تمام، يعني بتعمل لها اسمه إيه؟ سيل. تمام، يبقى 11 في ال20 هتطلع معاك القيمة دي. طيب انا هنا بقى البنز اللي عندي، البنز اهي من 0 ل20، من 20 ل40، من 40 ل60، من 60 ل80، من 80 ل100، 120، 120 140، 140 ل160، 160 180، والبنات بتاعتك من 1 ل9. تمام، هنا هو كل اللي عايز يقول لك مثلا 45 45، بص هنا كده تبقى البنة التالتة. طب ال 135 تيجي هنا كده، 135 تبقى في البنة السابعة. تمام، هنا بقى بيقول لك بقى مثلا انا لو عندك الزاوية 13، الزاوية 17، الزاوية 12 ونص، كل دوت هيماب لكام؟ هيماب للبنة الأولى. دوت الجريدينت ماجنتيود، بيقول لك مجموعهم 75.3. بص كده هنحط هنا عند البنة الأولى 75.3. بس ده كده كل هنا اللي عايز أقوله. هنا بقى دوت المثال اللي هو بتاع عدد البلوكس. هنا بقول لك دلوقتي انت عندك للهوج الجوريزم عدد السيلز وعدد البلوكس. طب عدد السيلز بتقسم على 8، بعد ما بتجيب عدد السيلز تيجي منقص واحد. يعني دلوقتي انا قسمت على 8 تبقى 128 في 512، هتطلع لك الرقم ده. ممكن تسيبها كده يعني على حسب الاختيارات اللي عندك، تبقى 128 في 512 بتساوي العدد السيلز ده، وعدد البلوكس تطرح من هنا واحد من هنا واحد، يبقى 127 في ال 511. برضو على حسب الاختيارات، لو مديها لك كده او مديها لك كده انت بتحسبها. هنا بس بيقول لك الاورينتيشن دي 26.6 هتقع في انهي بين اللي احنا جبناها في المسألة عندنا اللي هي كانت هنا. بص ادي دي الزاوية 26.6، دي هتقع في انهي بين بقى في الهوج الجوريزم؟ احنا قلنا من 0 ل20 ومن 20 ل40، يبقى دي في البنة التانية. بس كده دي كانت البنية التانية. بس دوت كده كانت المحاضرة اللي عندنا، بس حاولت ابسط يعني الدنيا على قد ما اقدر.